ساكن ولا راه سمو خاتم ضرب النح. ناهيك عن تعليق وعندنا ملاحظات عليه فساد. نحن ضد الفساد، لا لحكم العصابات. كل الفاسدين يرحلوا ويبقاو الصالحين، والجزائر والندى وتولد الرجال وما زال تولد الرجال في كل وقت وحين. بتواطؤ عدة جهات، الفساد بتواطؤ عدة جهات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم. الوقفة تاعنا اليوم هي مواصلة للتحركات واستمرارية للوقفات اللي قمنا بها يعني منذ عام، منذ سنة، وشعارنا كان محاربة الفساد. وطرقنا عدة أبواب، يعني الصحافة المكتوبة، الصحافة السمعية والبصرية، طرقنا السلطات المحلية والولائية والإقليمية والوطنية، وتكلمنا مع رئيس الدائرة، وتكلمنا مع السيد الوالي، وطرقنا باب وزير الداخلية والكل يعلم، وبلغنا العدالة، وبلغنا ديوان رئيس الجمهورية. كل هذه من أجل ماذا؟ من أجل محاربة الفساد والتعبير عن انشغالات المواطنين وانشغالات البلدية. ودرنا الانسداد بالنسبة لنا ما راهوش حل، ولكن خيار أننا نوصل صوت الشعب، نوصل يعني الفساد اللي غرقت فيه البلدية. الانسداد إن بالنسبة لنا ما راش غاية، ولكن وسيلة من وسائل تاع التغيير. للأسف الشديد مازال كاين الفساد، واليوم نشوفوا أن سوق الجملة، إيجار سوق الجملة الخضر والفواكه مازال يزاول المكان تاعه وما شافش النور. علاه؟ هنا نطرح أكثر من سؤال. السؤال شكون اللي راه وراء هذه الفوضى؟ علاه ما حبوش يفوتوا السوق في المزاد العلني؟ علاه ما حبوش التنمية في تغنيف؟ بالرغم من ذلك نعلموا ونعرفوا باللي أن المجلس والكتلة تاع 14 أنها تعرضت للتهديدات والمساومات والمضايقات والتخويفات، ولكن رفعت التحدي كبير أمام كل من سولت له نفسه باه كما يقول لك يحبس خوف هذا الشعب، خوف هذه البلدية. الانسداد بالنسبة لنا كان نعبروا به بعد إيجار سوق الجملة كيشور هذا صيد العلن، يعني تقريبا عندها أكثر من، ولكن حبينا أن صوت الشعب يوصل. حبينا أننا كما يقول لك هذا إيجار سوق الجملة والخضر والفواكه يفوت في المزاد العلني. وكاين ملفات كثيرة، لأن ملف تاع السوق هو القطرة التي أفاضت الكأس. بالنسبة لنا احنا السوق كمصلحة أولى يعتبر التنمية في مدينة غنيف. ولهذا احنا اليوم ماذا بينا إن شاء الله يا ربي كما يقول لك والمجلس وهذو الأعضاء يعتبروا أغلبية، رغم تعليمات وزير الداخلية واضحة. هذه بالنسبة لنا راهي تقريبا فقط شعارات فارغة من المضمون تاعها، شعارات فقط راهي تدور. حابين المجلس يكون سيد في قراره، حابين سوقنا وحنا مالين. هذو مع الفساد ماشي ضد الفساد، انتوما كاع في الفساد. وروحنا عند الوزير، والوزير يسلموا الإنسانية في 2 جويلية عندها 9 أشهر، الناس ادات 2 مليار وحنا رفضنا، ما خاطينا الرشوة، حنا جينا نخدموا البلاد. يعطيك الصحة. وعرضوا علينا الرشوة وما بغيناش، ورانا نقولوا بها الآن. ومن أبريل رانا نتحركوا، أبريل 2018 وروحنا حتى الوزير الداخلية هذو ورسلوا رسالة في 2 جويلية تقول لهم اكروا السوق في لونشير. السوق في عام دخل 86 مليار. تسعة أشهر ما كاش اللي يتحرك، 9 أشهر مازال ما تحركتش الحياة. خاصنا الفساد يرحل، ثقتنا في العدالة
في ثقتنا بالامن. السلطات الولائيه تغريسي تتحرك في اسرع وقت. وبان يهضر على الباطيمات يقسموا الباطيمات رانا مغبنا شوف. ما تهضروش على الصوت. شوف انا مغبنا قرانا كاين مغبنا عندك رانا مغبنا ها هو الخليجه ها هو. شوف جماعه يا تسكتوا. متطلبات الشعب واحتياجات الشعب: الإنارة، النظافة، الماء، السكن، كاع نعرفوها، والسكن الريفي. اصبر رضوان انا عارفين. انا عارفين. خلونيش نسكت. سيد انتوما كاع ساكنين. انتوما كاع ساكنين وكاع عندكم. رانا نهضروا على السكنان ما قلت والو. ما تسكتوا. راكم تسكتوا فيا. انتوما راكم تهضروا نهضر. بصح خليه يغيروا بعد نهضر على السكنون. خاصنا التغيير. انا ماني نقول والو، مطلب واحد وصاي. شوف الشعب كي راه يعاني. شوف معاناه الشعب. ها هو الميكرو. انا ماني نقول والو، رانا نطالبوا بسكنه. رانا ربي يفرج عليك، ربي يفرج عليك ان شاء الله. راكم تطالبوا بالمطالب تاع راح رئيس البلديه، السوق، الاناره، الطريق، التروطوارات ما كاش، كل شيء ما كاش. دخلوا سكنه، دخلوا سكاني. رضوان يستاهل سكنه، الله يعطيها له. صاي انا ما قلت والو. طيب بارك الله نطالب. لماذا 9 أشهر بركات من ابريل لابريل؟ انا في عام نهضوا ضد الفساد احنا، وانتم تشاهدوا. انتم الشعب تميزوا بين الراجل واللي ما راش راجل. انتم تميزوا بين الغالي وبين الرخيص. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ قاعد تعرفوا. احنا رانا رايدين ضد الفساد. ثقتنا بالعداله، وثقتنا بالامن، وثقتنا بالدرك، وراهم يخدموا خدمتهم. احنا خاصنا تنفيذ، خاصنا تطبيق. فهمتني؟ المراسله تاع الوزير مثل